السلام عليكم، أهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض قرص حلوة جدا للناس اللي بتحب القرص الدايبة اللي هي بتبقى مقرمشة. سبق وقبل كده عملنا مع بعض القرص الطرية اللي بالسكر والقرفة، وكانت الحمد لله حلوة جدا ونالت إعجاب ناس كتير. فالنهاردة قررت أعمل لكم القرص اللي هي اللي بتبقى دايبة وكمان مقرمشة. ده بقى طلبي انا بحب قوي القرص دي. كمان هنعمل اللي هو القراقيش اللي بتبقى سادة، وكمان القراقيش اللي هي المحشية هتعجبكم وهتبقى حلوة جدا. بمناسبة ان احنا في الشتاء وعايزين حاجة تكون حلوة كده مع كوباية شاي بلبن بتبقى حلوة جدا. فيلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. بصوا بقى، المقادير بتاعتنا سهلة جدا. لكل كيلو دقيق هنحط له نص كيلو من السمنة، يعني استخدمت كيلو دقيق استخدمت ليه نص كيلو من السمنة. هنحط عليهم معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة خميرة، ورشة من الملح، وبنزل عليهم كمان بخمس معالق كبار من السمسم. السمسم هنا انا عن نفسي انا بحبه يكون كتير وظاهر في القرص. لو انتي بقى ما بتحبوش كتير حطي معلقة، حطي معلقتين براحتك جدا. اهم حاجة مقدار الدقيق يكون ضعف مقدار السمنة. تمام كده. طيب حابة تقللي حابة تزودي براحتك جدا، زي ما قلت لكم المقدار يكون مظبوط. بنحط بقى الحاجات دي كده على الناشف، وبعد كده بنحط السمنة، وبنقعد بقى اللي عارفين اللي هي بنبس في الدقيق. هي دي كده بالظبط، تفضلي تعملي في الحركة دي لحد بقى ما يبقى معاكي العجينة طرية كده زي ما شفتوها. انا لسه ما حطيتش المية. طيب حطيت المية اهو دلوقتي. بفضل اعجن فيها لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. انا استخدمت ليها كوباية ونص من المية. المقدار ده مظبوط جدا. عايزه اقول لكم المقادير دي يعني بتاعت مامتي، انا جايباها من مامتي، وصفة متجربة بقالها سنين كتير، يعني مظبوطة جدا. فامشوا على المقادير دي مظبوط، هتعجبكم جدا ان شاء الله، وهتطلع معاكم القرص اللي هي الدايبة، وفي نفس الوقت بتكون إيه يعني ناشفة، وفي نفس الوقت بتكون دايبة، يعني هي بتكون مقرمشة كده. فدي عن نفسي انا بحب القرص دي بصراحة، بتبقى حلوة جدا. بنحشيها بقى بالعجوة، حابة تحشي بالملبن زي ما انت عايزة. العجوة عايزة تخليها طرية كده في القرص بتاعتك، بتبقى بتعجنيها بالمية. حطي عليها شوية مية كده وابدأي اعجني فيها، وبعد كده زودي لها شوية سمسم. انا كورتها كده كور عشان تكون سهلة عليا وانا بحطها في قلب العجين. بس كده. بعمل بقى ايه دايرة كده صغننة وبفتحها كده بفردها، وبحط فيها دايرة كده من العجوة، وبقفلها كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بس بططها كده عشان تكون يعني سمكها مش تخين ولا رفيعة عشان ما تتحرقش مني. بس كده هتكون بقى معاكم مقرمشة وحلوة جدا. بس كده عملت بالسكينة خطوط فيها بالشكل ده، وبعد كده سبتها بقى ركنتها على جنب على ما ابتدي ان انا اكمل بقى باقي الاشكال اللي احنا هنعملها. ده الشكل النهائي للقرص بتاعتنا، حلوة جدا. وزي ما قلت لكم عملت لها فتحات بالسكينة. الفتحات دي كمان هتبقى حلوة جدا لو انت عاملة شوية بالعجوة وشوية بالملبن. عشان تفصلي ما بين العجوة وما بين الملبن يعني. بس انا بحب الشكل ده تبقى كده، فعملت ليها فتحات كده بالسكينة. بس كده تعالوا بقى نشوف الشكل اللي بعد كده. عملت كورة. هفردها معاكم كده بالشكل ده، وبفردها دايرة كبيرة وبخليها سمكها رقيق يعني. مش تخينة علشان لسه هتنفخ كمان في الفرن، ومش رقيقة قوي يعني ان هي تكون يعني متقطعة مني. لا يعني السمك بتاعها يكون رفيع. وعملت العجوة كده رفيعة بالشكل ده زي اسطوانة كده، وبدأت ان انا احطها فيها والفها اسطوانة على العجوة بتاعتي بالشكل ده. بصوا بقى، يعني القرص دي بتكون ريحتها جايبة اخر الشارع حقيقي بجد. هتعجبكم جدا، جربوها. وكمان لو انتم مستخدمين فيها سمنة بلدي هتبقى فظيعة يعني، بجد هتبقى حلوة جدا. عملتها كده بالشكل ده اسطوانة، وبدأت ان انا اقطعها كده صوابع. طبعا بنحاول يعني نظبط المقاسات تكون قد بعضها. عايزه اقول لكم ان هي كمان نفخت عن كده، فيعني لو انتوا عايزينها ارفع كمان رفعوا بقى العجينه، يعني ما تخلوهاش تخينه كده، لان هي هتنفخ كمان في الفرن. بس كانت طعمها حلو جدا.
المقادير مظبوطة جدا، يعني عايزة اقول لكم كمان اللي هي المقادير زي ما قلت لكم، حابين تزودوا حابين تقللوا، اهم حاجة مقدار الدقيق يكون ضعف مقدار السمنة. ده الشكل التاني معانا. تعالوا بقى نشوف الشكل التالت، وهي القراقيش اللي هي بتبقى رفيعة كده صوابع. بجيب يعني حتة كده من العجين، بفردها بقى بالشكل ده كده، طويلة كده بالشكل ده، وببتدي ان انا اسويها. ما بتبقاش رفيعة، يعني هوريكم السمك بتاعها دلوقتي. مش بتكون رفيعة قوي لدرجة ان هي رقيقة يعني، ومش بتكون تخينة قوي، لان هي لسه كمان هتشوفوها معايا. انتوا كمان شفتوها في بداية الفيديو كانت عالية ازاي. ده السمك بتاعها. السمك ده حلو جدا، طلعت معايا هشة ومنفوخة وحلوة جدا. فما تحاولوش تقللوا عن كده، عشان يعني تبقى برضو منفوخة معاكم شوية. وكمان ما تحاولوش تخلوها تخينة عن كده، عشان تبقى طعمها حلو كمان في النهاية، ما تبقاش عجين قوي يعني. بس ده الشكل بتاعنا اهو. بسيبها هي كمان ترتاح، وببتدي بعد كده بعد ما خلصت بقى الكمية بتاعتي كلها، ببتدي ان انا اسوي بقى القرص بتاعتي. شغلت الفرن وسبته كده يسخن، وبعد كده دخلت اول صاج بقى انا عملته. دخلت القرص بقى استوت، واديتها بقى لون من فوق ولون من تحت، بقى شكلها حلو جدا. بصوا بقى شكلها. اخدت لون ذهبي من تحت ولون ذهبي من فوق، وطلعتها بقى من الفرن وسبتها لما تهدى خالص، عشان اقدر ان انا امسكها بقى واوريها لكم كده. شكلها حلو جدا، طعمها وريحتها يعني بجد لذيذة. جربوها، الطريقة والمقادير بجد مظبوطة، يعني احنا ماشيين على المقادير دي على طول بنعملها، فالحمد لله بتطلع مظبوطة معانا. بصوا بقى شكلها من جوه، يعني شفتوا التكة دي اللي هي يعني مقرمشة كده. فهي دي القرص مقرمشة، وفي نفس الوقت دايبة، مش ناشفة تحسوا ان هي كده آم، مثلا عظم او حاجة. لا، هي بتكون دايبة، يعني شايفين انا بكسرها لكم برضه عشان تشوفوا. هي من جوه دايبة، ما بتبقاش اللي هي ناشفة. بس ده بقى الشكل اللي قلت لكم عليه. شوفوا هو بقى منفوخ قوي. فلو حابة ان هو يكون ارفع من كده، صغري بقى في العجين، يعني ما تخليهاش اسطوانة كبيرة، او ممكن ترققي العجينة قوي. بس انا لما عملته يعني كان منفوخ، بس كان طعمه حلو جدا، مقرمش. والعجينة بقى يعني طعمها اصلا لذيذ، يعني هي لو اتاكلت ناشفة كده لوحدها طعمها حلو جدا. كمان دي اللي هي الصوابع اللي احنا القراقيش اللي احنا عملناها حلوة جدا. لو عايزين تزودوا ليها ممكن نحط ليها اللي هو الكمون، اليانسون، الحاجات دي. ممكن في العجين تحطوا ليها مثلا معلقة او حاجة، وتعجنوها تاني بايديكم كده، وبعد كده تشكلوها بقى زي ما انتوا عايزين. بس هتطلع معاكم بقى. شفتوا هي منفوخة ازاي؟ يعني لو شفنا اللي احنا عملناها بالعجين كانت رفيعة برضو عن كده. سيبناها بقى هديت خالص، و دخلناها بقى الفرن، نفخت وبقت بالشكل ده. فعشان كده بقول لكم ما تخلوهاش رقيقة قوي، وما تخلوهاش تخينة قوي. خلوها الحجم الوسط اللي احنا عملناه في الفيديو ده، حلو جدا، طالع معايا مظبوط جدا. بس كده. ده القرص بتاعتنا اهي بالشكل ده، حلوة جدا، طعمها لذيذ. ان شاء الله تعجبكم، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وده كمان اللي هي القراقيش حلوة جدا. ده شكل القراقيش. شوفوا شكلها، يعني عما كنا عاملينها كمان في بداية الفيديو كانت رفيعة ازاي. فشكلها حلو جدا. نفخت وبقت حلوة جدا. كمان دي اللي هي بالعجوة. يعني شايفين حتى العجين مش كتير، وكمان مقرمش وطعمه دايب، فحلو جدا.
ده شكلها من جوه حلوة جدا. دي بقى مع كوباية شاي بلبن كده في الشتا ده، فيعني حلوة جدا. بس كده بنكون وصلنا بقى لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم ان شاء الله. استنوني فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم، مع السلامة.